جدعان اللي بيحصل معايا ده ما بيرضيش ربنا. والله العظيم ما يرضى ربنا. انا جالي واحد وقف في التاكسي هنا، تمام؟ اتاري هم الاثنين صحاب يعني، بس افهموا الحوار للاخر. جاء المحل نزل من التاكسي، انا شايفه كنت واقف زي كده، قال لي نزل كده، قال لي معاك فكه 200؟ قلت له لا معيش فكه 200. طب قال لي هات 50 كده. قلت له ليه يا عم معيش فكه؟ قال لي هات 50 انا اروح افك لك، بس عشان احاسب التاكسي عشان التاكسي واقف. انا طبعا قلت التاكسي واقف والكلام ده كله، قلت له ماشي. راح مطلع من الدرج 50 جنيه واديتها له. راح للتاكسي، راح مد ايده كسر التاكسي، خد 50 جنيه، راح ركب العربيه. ركب التاكسي وفلجوا. فانا مش مستوعب، انا مش مستوعب. انا اللي عرفت اقول له الحاج. عرفت اقول امسك حرامي. انا قعدت اضحك. استغفر الله العظيم يا رب. يعني انا مش عارف والله يا جدعان، هو الواحد طيب؟ استغفر الله العظيم يا رب. يعني هو الواحد طيب للدرجه انه يحصل فيه كده؟ فعلا والله ده احنا لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوة. يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل فيك انت انت والتاكس. إلهي يا اخي ما تلحق العيل توصل البيت يلا. طب انت استفدت ايه يعني دعوه زي كده تجيب اجلك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ده دعوه المظلوم ما فيش بينها وبين، يعني ما فيش بينها وبين ربنا حجاب، واصل على طول، قضي الامر. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي.